كلمني على الواتساب. الكلاينت طلب منك انك تكلمه على الواتساب او انك تكلمه على الماسنجر في الانبوكس، تقوم تريحه. ليه مضايقه؟ هو قال لك كلمني على الواتساب، انا عايز اكلمك على الواتساب، كلمه، امشي معاه ستبس. الكلاينت اللي نفسه انك ترد عليه على الواتساب في سؤال يريحه، راح على الادمن، فالادمن اهلا وسهلا بيك، حد من المبيعات هيكلمك، اللي يجي باظ. لازم انت اللي ترد عليه كسيلز او تيم ليدر او سيلز مانجر، لازم، او حتى الاونر. ليه؟ عشان هو عايزك تكلمه، امشي معاه ستبس. مشكله ثانيه تيجي يقول لك العميل بيقول حاجات مش حلوه في الكومنت، بس الليد حلوه، يعني الكول تو اكشن جايه الليد حلوه ولكن الكومنت سلبيه، نيجاتيف كومنت. ايه المشكله؟ انت تعرف ان كل لما التفاعل هيزيد، كل لما عدد الليد هيزيد، يعني كل لما يبقى في زحمه على البوست في الكومنت، كل لما عدد الليد ساعتها هيزيد والريتش ساعتها هيزيد. طبعا هي علاقه طرديه. فالكومنت السلبي اعملها هايد، بس ما تعملهاش بلوك ولا ديليت، بحيث ان انت تقدر تستفيد من شكل البوست. عمر ما هتشوفه كويس غير لما تسيب الكامبين فتره طويله. يبقى شكل البوست الزحمه حتى لو نيجاتيف كومنت برضو بيفيدك ان الريتش بيزيد والليدز بتبقى كويسه اللي داخل على الكول تو اكشن.